حفل زفاف ملكة جمال السياحة العربية في الجزائر أثار الجدل جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تساؤلات المتابعين. هل شيناز بالعيد غيرت دينها؟ شيناز بالعيد احتفلت بحفل زفافها يوم 26 يوليو 2025، وحفل زفاف شيناز بالعيد كان داخل الكنيسة. شيناز بالعيد اتجوزت رجل أعمال لبناني مسيحي. طبعا كل المتابعين عارفين إن شيناز بالعيد سيدة مسلمة، والموضوع ده أثار الجدل جدا وأثار تساؤلات ناس كتيرة جدا. وناس كتير بتسأل هل شيناز بالعيد غيرت ديانتها؟ شيناز بالعيد خرجت وقالت إن هي ما غيرتش ديانتها، وهي مسلمة زي ما هي، ولكن زواجها من رجل أعمال لبناني مسيحي دي حرية شخصية، ودي حياتها الشخصية، ويا ريت محدش يتدخل في حياتها الخاصة. طبعا الموضوع ده أثار الجدل جدا في الجزائر، لأن الجزائر بلد محافظ، وفي ناس كتيرة جدا اعتبرت الموضوع ده مخالف للعادات والتقاليد، وفي ناس قالت إن دي حياتها الشخصية وهي حرة فيها. يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في التعليقات إيه رأيكم في موضوع الزواج ده، إن شيناز بالعيد تتزوج من رجل أعمال لبناني مسيحي. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، ويا ريت لو عجبكم الفيديوهات اللي بقدمها تدعمونا بلايك واشتراك.